مش جمهور النادي الاهلي اللي يتعامل معاه كده، ده احنا لما عملها لعيب من عندنا مش عايز اقول لك اللي احنا عملناه معاه. وبعد كده يعني ما تجيش منك يا حسام عبد المجيد، انت قدمت النهارده ماتش كويس دفاعيا وكنت حاجه محترمه جدا. افتكر ان انت ممكن السنه اللي جايه تكون لابس تيشيرت الاهلي، فهتقابل الجماهير دي ازاي؟ لان انت هتلف تلف وبرضه هنجيبك في النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله، لان هو مدافع كويس جدا جدا. شفنا النهارده عرضيات النادي الاهلي كتير جدا، ركنيات كتير جدا. مين اللي بيطلع كل الكلام ده؟ حسام عبد المجيد. فما ينفعش النهارده ان انت تجيب جون. طب اصبر يا اخي، ياما في جرابك يحاوي، ياما في جرابك يحاوي. انت عارف النادي الاهلي لا تامن مكر النادي الاهلي. النادي الاهلي ممكن يكسب في اي وقت. كلفتكم في 10 دقائق، في 10 دقائق كان النادي الاهلي مخلص القصه ومخلص الماتش والدنيا ارتاحت. ولكن لما نيجي نتكلم عن اداء النادي الاهلي بالمجمل، لا في اخطاء دفاعيه، لا في عدم تمركز كويس. قلنا امبارح واتكلمنا قبل الماتش وقلنا الفريق اللي هيلعب دفاعي كويس جدا وهيبقى متماسك دفاعيا هو الفريق اللي هيكسب. النادي الاهلي الشوط الاول ما كانش موجود، ما حدش جه من اللعيبه، ما فيش لعيب كنت شايف ان هو صنع الفارق مع الاهلي. دفاع النادي الاهلي كان مستباح لكل لعيبه الزمالك. شفنا ناصر ماهر بيضيع، والدباغ بيضيع، والواد الفينا اللي هو البرازيلي ده بسم الله ما شاء الله لعيب 10 على 10 برضه بيضيع. فلا الزمالك كان مستحوذ على مجريات الشوط الاول، حتى لو كان النادي الاهلي مستحوذ على الكوره، ولكن الزمالك كان مستحوذ بالاداء وان هو كمان هدف وجاب جون. حتى يعني شوف ضربه الجزاء، الكوره تتصد من محمد الشناوي، برافو عليه محمد الشناوي، النهارده عمل برده ماتش كبير يا جماعه، والراجل صد ضربه جزاء. ولكن الحكم بيعيد وعلامه استفهام بصراحه على الحكم. انا مش هقدر اقول لك ان اللعيب ما دخلش منطقه الجزاء، ولكن احنا متعودين على الكلام ده يا جماعه، بيحصل كتير جدا. بنشوف ان اللعيب بيدخل منطقه الجزاء، ولكن طول ما حارس المرمى ما خدش خطوه لقدام وصد الكره الدنيا بتمشي. ولكن انت لو مشيت بالقانون الرسمي كله يعني ماشي خلاص، ما فيش مشكله عندنا ان هي تحسب ضربه جزاء. جمهور الزمالك النهارده يعني كان يعني هتافات ملهاش اي 30 لازمه على زيزو، وموضوع زيزو مش عايز يخلص ويا جماعه والشحات. يعني خلاص يا جماعه والنبي بالله عليكم، في الاخر قلنا ده زمن احتراف واللعيب ممكن يروح هنا او يروح هنا. احمد عبد القادر لو كان راح الزمالك صدقوني ما كانش هيشغلنا، اي لعيب من النادي الاهلي لو راح الزمالك ما كانش هيشغلنا. ولكن ان انت النهارده كل ما تتيح ليك الفرصه ان انت تقعد تشتم في لعيب هو كان موجود عندك وتقول عليه حاجات مش كويسه والجمهور الثاني يرد عليك، ولا احنا يا جماعه في الدقيقه 22 نرفع ونقول الشهداء، وفي الدقيقه 74 نرفع ونقول الشهداء، ونطلع بره نقطع بعض واحنا في المدرجات نقطع بعض؟ ده كلام عبث يا جماعه. لازم النهارده يبقى عندنا نوع من انواع الرقي في التشجيع. لازم النهارده نعمل بالحاجات اللي احنا بنعملها في الملعب. لازم النهارده يبقى في ناس مسؤوله. حتى لو انا النهارده زي ما بقول اللعيبه مسؤولين مسؤوليه كبيره جدا عن تهدئه الجماهير في الملعب. لما انت النهارده تعمل لجمهور الاهلي كده ولاعيبه النادي الاهلي يتعمل لهم كده، لازم يبقى في رد فعل. فرد الفعل انت شفته النهارده في الماتش النهارده، وشفت رد الفعل بتاع لعيبه النادي الاهلي لما راحوا وخلص الشوط الاول نزلوا الشوط الثاني استفاقه كامله لكل خطوط الملعب. ولكن النهارده الحاجه الوحيده زائد دفاع النادي الاهلي طبعا اللي هو كان مستباح في الشوط الاول. الحاجه الثانيه بالنسبه لي النهارده ما عندكش، انا شفت ان النادي الاهلي ما عندوش اللي بلاي ميكر اللي يغير لك الملعب، اللي يعمل نوع من انواع الاستحواذ على الكوره، اللي زي عبد الله السعيد كده يا جماعه، زي عبد الله السعيد. الراجل النهارده بيعرف يفك الملعب، بيعرف يباص الكوره مظبوطه، بيطلع كوره من رجله مظبوطه. ده كان بيعملها محمد مجدي قفشه وامام عاشور، الله يمسيه بالخير وان شاء الله يرجع بالسلامه. ولكن لا يعني كان المفروض النهارده يبقى موجود على الاقل قفشه، حتى لو انت يعني كنت عايز تستبعده فنيا ما كانش في الماتش بتاع الاهلي والزمالك لان انت محتاج القدرات. لكن لما تيجي تكلمني عن واحد زي حسين الشحات اللي الراجل كان بيبوس الشنكار بره ونازل مركز جدا، وبرضه قلنا الكلام ده اللعيب، قلت الكلام ده امبارح يا جماعه الناس اللي تتذكر الحلقه، قلت ان اللعيبه اللي قاعده على الدكه بره لو في لعيب واحد فيهم نزل لازم يبقى نازل مركز جدا، لازم يبقى نازل وعارف ان هو اللي ممكن يصنع الفارق. حسين الشحات اللي الراجل قاعد على الدكه ليه فتره ما بيلعبش، لا اتكلم ولا فتح بقه ولا عمل مشاكل ولا اتقمص ولا اي شيء،
ويوم ما نزل النهارده في ماتش كبير زي ده صنع الفارق. يعني الراجل بينزل بيجيب لك هدف من اول لمسه، وبعدها لسه بدقيقه ولا بدقيقتين بيجيب لك ضربه جزاء، وبينهي الاهلي الماتش باداء في الشوط الثاني. لا حاجه محترمه جدا. عايزين برضه كمان يا جماعه نحيي نادي الزمالك على الاداء بتاع الشوط الاول. نادي الزمالك بيستعيد قوته، نادي الزمالك لسه بيكون تيم، نادي الزمالك لا يقلقك. نادي الزمالك فيه لعيبه كبيره، فيه لعيبه تصنع الفارق. عبد الله السعيد وناصر ماهر النهارده كانت ثنائيه حاجه محترمه جدا. شفنا النهارده عدي الدباغ جاب ضربه جزاء، دي ذكاء من اللعيب زي ما هو كان ذكاء برده من حسين الشحات بالظبط، لان يعني صوره بالكربون ضربتين الجزاء. فالنادي الاهلي النهارده كان موفق في ال10 دقائق الاخيره، ولكن ده تكليل جهود الفريق من اول بدايه الشوط الثاني، استحواذ كامل على الملعب. كنت قلقان جدا جدا من الاخطاء الدفاعيه زي اللي حصل في الشوط الاول يحصل في الشوط الثاني، ولكن لا، النادي الاهلي تماسك. كباتن الفرقه اتكلموا مع الفريق ان هو يعني احنا النهارده لازم نكسب، النهارده لازم كان الاهلي يكسب. شكرا للاعيبه نادي الزمالك ان هم يعني ايه سابوا لنا الاستحواذ بالكامل في الشوط الثاني. انت النهارده لو كنت عايز تدافع وتامن دفاعاتك لازم تدافع من اول نص الملعب بتاعك، لا انت رجعت بنص ملعبك ورجعت بالمدافعين بتوعك. فبالتالي النادي الاهلي كل كوره بيلعبها تتقطع ترجع لدفاع النادي الاهلي، يبدا ان هو يلعب هجمه من الاول، وهكذا وهكذا لحد ما النادي الاهلي الحمد لله جاب الجون الاول وجاب الجون الثاني. وكنا محتاجين المكسب ده جدا يا جماعه، محتاجين المكسب ده. وزي ما قلت امبارح ماتش عنق زجاجه، ماتش عنق زجاجه. النادي الاهلي ممكن الموسم بتاعه يتغير تماما في الفتره اللي جايه على اساس فوز على الزمالك النهارده. عايزين نحيي كل اللعيبه، حتى اللعيبه اللي ادت النهارده اداء مش قد كده، ولكن النهارده كان كل واحد ليه بصمه. يعني انا شفت كوكا النهارده كويس جدا بننتقد فيه الفتره اللي فاتت، ولكن كان موقف الفينا اللي هو بتاع الزمالك اللاعب البرازيلي كان موقفه تماما. محمد هاني النهارده بيعمل ماتش كبير، مروان عطيه بيعمل ماتش كبير، اليو ديانج لما نزل عمل ماتش كبير، اشرف بن شرقي بيضيع كتير ولكن هنقول عمل ماتش كبير. تريزيجيه والتركيز وان هو كان بيحارب على كل كوره. لعيبه الاهلي النهارده كان عندهم اصرار وعزيمه وروح، مفيش بديل النهارده عن المكسب. وقلنا امبارح ان جمهور النادي الاهلي مش هيقبل غير بالمكسب، مش هيقبل جمهور الاهلي غير بالمكسب، وهو ده اللي حصل النهارده. وهي دي المسؤوليه اللي على لعيبه النادي الاهلي. لما تلعب باسم النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي لازم تنسى اسمك، لازم تنسى انت نجم ولا مش نجم. تلعب للفريق، تلعب دفاع عن فنانة النادي الاهلي، تلعب لكيان النادي الاهلي، ما تلعبش لنفسك. ولما حصل الكلام ده النهارده واللعيبه ما لعبتش باسمها ولنفسها، شفنا النهارده النادي الاهلي بيكسب والحمد لله رب العالمين. مكسب مهم جدا جدا للنادي الاهلي. الف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. ولكن السؤال المهم اللي عايزين نساله دلوقتي، هل اداره النادي الاهلي هتقول خلاص دلوقتي كابتن عماد النحاس يكمل والراجل فاز على الزمالك والدنيا ماشيه؟ انا بقول لهم من دلوقتي لا يا جماعه، لا يا جماعه، هنجيب مدير فني اجنبي على قدر وعظمه النادي الاهلي، على قدر حتى النجوم اللي موجوده. يمكن يغير في الاداء، يمكن الراجل يطور في منظومه الدفاع، ولكن الكابتن عماد النحاس انا ما قلتش راجل مدير فني محترم جدا. راجل النهارده عمل ماتش كويس جدا على قد اللعيبه اللي موجوده، غير تغييرات في اوقات، يعني التغيير الاوان هو اتاخر شويه ولكن يعني لا، غير في توقيتات محترمه جدا. كل تغييراته اللي عملها صنعت الفارق. فالنهارده انا ما بقولش ان الكابتن عماد النحاس مدير فني مش كويس، ولكن الضغوط يا جماعه الجماهيريه على المدرب المصري صعبه جدا، الضغوط صعبه. حتى النهارده الناس اللي بتحاربك في النادي، الناس اللي مش عايزاك موجود كعماد النحاس في النادي، ولكن لما يبقى في مدير فني اجنبي محدش بقى خلاص هيهتم، محدش هيفكر فيه، محدش هيقول لك النهارده الراجل هيتحمل الضغوط، هيتحمل اخطاء اللعيبه، هيبقى عنده الرجوله ان هو يطلع ويقول لو لا قدر الله خسر ماتش يقول انا المسؤول عن خساره الماتش ده. ولكن انا بشوف ان المدير الفني الاجنبي لا، هو الحل الامثل لفريق النادي الاهلي. ممكن نتريث شويه، يعني ايه، نفكر بالراحه وعلى مهلنا وما نستعجلش في السيفيل اللي احنا هنجيبه، ونشوف
ونشوف اكتر من مدير فني يبقى السي في بتاعهم قوي ونجيب. ولكن النهارده ما ينفعش ان انت تكمل الموسم بالكابتن عماد النحاس على اساس ان انت دلوقتي عندك فتره توقف. فتره التوقف دي لو انت جبت فيها مدير فني يبدا بقى ان هو يترجم اللي هو عايز يعمله في الملعب، يبدا يحفظ لعيبته اللي عايز يعمله في الملعب، يبدا يوقف الدفاع اللي انا شايف ان هو دفاع مستباح اللي هو دفاع النادي الاهلي. لا يعني محتاجين النهارده يبقى فيه لمسه من مدير فني كبير. ألف مليون مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله من يعني النادي الاهلي فرحنا كلنا النهارده وفرح الجماهير، وعايز اشيد بجماهير النادي الاهلي. يا جماعه جماهير النادي الاهلي والله العظيم هي اللي بتصنع الفارق، والله العظيم هي العنصر واللاعب رقم واحد في المنظومه، وانا واحد من جماهير النادي الاهلي. احنا بجد بنشجع يا جماعه بتفاني، احنا بجد بنحب النادي الاهلي من قلبنا. الواحد لما جه الجون الاولاني للزمالك يعني حصل له نوع من انواع الاحباط، وقعد يفكر في الماتشات اللي فاتت لما الزمالك بيتقدم يعني ممكن كان بيكسب الماتش، ولكن الحمد لله النهارده كان عند لعيبه النادي الاهلي اصرار على المكسب، عزيمه على المكسب، وهو ده معدن لاعبي النادي الاهلي.